هو ده وقتها. يلا بسرعة هاتيها، ولولادك ولحبايبك وجيرانك وزعيها. تعالي نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونشوف العاشورة الخطيرة اللي بجد بتنزل على القلب مش على المعدة، تطبطب عليه ده في الحر اللي احنا فيه ده. هنعمل نوعين من العاشورة، عايزة اقولك كريمي جدا وهي بتتكلم عن نفسها. اللهم بارك، حاجة كده تاخد العقل. وعايزة اقولك المقادير سهلة وبسيطة جدا، وفي اسهل وابسط وقت هتعمليها. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونقول كل سنة وانتم طيبين وعام هجري سعيد علينا جميعا يا رب، وتحققوا كل اللي نفسكم فيه. تعالوا نسمي الله، وعلى طول نجيب نص كيلو كده من القمح من عند العطار. اول حاجة بتجيبي بولة وتبتدي تنقي كويس جدا جدا القمح بتاعنا. تمام. وبعد ما تنقيه هتغسليه كتير جدا، وهتغسليه بالطريقة دي. لازم تدعكي القمح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا، لازم تدعكي القمح بالشكل ده. بصوا بقى الشوائب بقى اللي في القمح، لازم تغسليه مرتين تلاتة خمسة ستة كده، لغاية ما المية بتاعته تكون لسه كأنها نازلة من الحنفية كده. تفضلي تغسلي فيه لغاية ما يبان له صحاب. في الوقت ده لو لسه اول مرة تشوفي قناتي، اشتركي معايا في القناة وما تبخليش عليا بلايك حلو منك، ودعوة كده من قلبك الجميل لاختك دودو وليكي بالمثل. ولسه مكملة في غسيل كده القمح معايا. القمح ده قمح ما اسمه قمح مبشور، بس هو بتقولي له عايزة قمح للبليلة بيديكي. في الوقت ده كنت نقعت كده القمح عندي لمدة ساعة، معاكي من نص ساعة لساعة او ساعتين، مش اكتر من كده. بعد كده معدى ساعة، جبت الحلة وشطفته تاني. لازم تغسليه تاني مرة او اتنين، وتجيبي حلة بقى كبيرة تكون واسعة كده عشان القمح يغلي براحته. وبعد كده تعالوا بقى على البوتاجاز، هبتدي اسمي الله كده وننزل ببولتين كده من المية على القمح بتاعنا. يبقى يعني قولي كمان كده فوق القمح ضعفين. وهسيب كده القمح على نار عالية لمدة قد ايه يغلي؟ ربع ساعة. وبرده مش اكتر من كده. بعد ربع ساعة غليان، وانا خلي بالك تبقى تشيلي شوية الغطا عشان ما يفرش ويطفيلك البوتاجاز. في الوقت ده كان عدى عندي ربع ساعة. ابتديت في الاول اول ما بيغلي بتروحي بعد ربع ساعة بتروحي طافية النار وتسيبيه بقى كده متغطي لغاية قد ايه؟ لغاية ما يهدى معايا ويشرب المية بتاعته، وبالشكل اللي انتوا شفتوه من شوية. هجيب الهاند بلندر وابتدي، طبعا بيشرب كل الميات بتاعته، بروح اديله ضربتين كده بالهاند بلندر. والخطوة دي اختياري جدا، ممكن ما تضربهوش. ونسمي الله وننزل كده بلتر ونص من الحليب. وهنا بقى بظبط السكر بتاعي، وكمان ضفت كيس كريم كراميل كان موجود عندي كده. عايزه اقولك بيودي الطعم في حته تالته خالص. تمام. وكل ما انت طول ما انت واقفه كده لازم تصلي على النبي كتير عليه افضل الصلاه والسلام. وصدقيني من غير مقادير الحاجه هتبقى زي العسل، ببركه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. هتقلبي كويس جدا. لازم الكريم كراميل يدوب مع السكر. ضفت قد ايه سكر؟ ضفت كوبايتين سكر. وكمان هنا بضيف 3 معالق من جوز الهند. حتى لو ولادك مش بياكلوا او مش بيحبوا جوز الهند، هيدوب دوبان جوه العاشوره، ومش هيعرفوا انه متضاف له جوز هند، بس بيديلها برضو طعم حلو جدا. تقدري هنا ممكن تضيفي سنه قرفه، بس طبعا دي اختياري. ضفت معلقه كوبايتين من السكر. وطبعا السكر هنا حسب الرغبه، يعني بتضيفي وتدوقي حسب ما انت ما بتحبي. جبت نص كوبايه من الحليب في البوله دي، وضفت عليها معلقتين من النشا ومعلقتين من الكريم شانتيه. وهنقلب كويس جدا جدا لغايه ما القوام يبقى كريمي ومفيش اي تكتلات. ممكن تصفيه بالمصفى او تضربيه بالهاند بلندر. تعالوا بقى هنا على العاشورة وهي بتغلي، نبتدي نسمي الله كده وننزل. طبعا في الوقت ده انا كنت يعني خدت نص العاشورة في حلة تانية قبل ما اضيف النشا.
لو انت هتعمليه بالشوكولاته انا هعمل حبه فانيليا وحبه بالشوكولاته، قسمت كده الكميه على حسب ما انا عايزه الشوكولاته، وبعد كده نزلت بالنشا وكمان اللي عليها الكريم شانتيه والحليب. بصوا ما شاء الله وهي بتغلي تحسي كده ان فيها، طبعا هنا ضفت الفانيليا اخر حاجه بتضيفي الفانيليا. تحسي وهي بتغلي كانك حاطه قشطه، انا ما حطيتش قشطه خالص لان اللبن عندي غني، يعني لبن من عند اللبان. زي ما انتوا شايفينه كده، انا في واحده بتجيبهولي لسه طازه من عندهم كده. هنا بقى بعمل ماده الربط بتاع الشوكولاته. ضفت ايه؟ كوبايه من الحليب، كوبايه مش نص، عليها معلقتين من الكاكاو الخام، وكمان معلقتين من النشا ومعلقتين من الكريم شانتيه، وبرضو ضربتهم كويس جدا. انا للامانه ضربتهم بالهاند بلندر. ونيجي بقى على الحله بتاعتنا، وايد بتقلب وايد بتصب كده ماده الربط بتاعتنا. وبعد كده كان عندي ربع باكو من الشوكولاته نزلت بيه، وده طبعا برضو اختياري، لو ما عندكيش شوكولاته مفيش مشكله. وفي الاخر خالص نزلت بباكوين من الفانيليا، تديلهم تقليبه وتطفي النار عليهم على طول. وما شاء الله كانت عندي العاشوره اللهم بارك، حاجه كده بتتكلم عن نفسها. لو حابه العاشوره تبقى اتقل من كده زودي نص معلقه كمان من النشا، بس انا بصراحه بحبه يبقى كريمي كده، ما يكونش تقيل. اهو هو كده ما شاء الله، انا شايفه ان هو زي الفل، لاني لسه لما كل ما بيقعد او كل ما بيهدى ويبرد ويدخل التلاجة طبعا بيتقل وبيتخن وما بيبقاش قد كده. لكن لما يكون كريمي بالطريقه دي، لما يتقل بقى بيبقى بالقوام اللي هتشوفوه معايا دلوقتي. زينته بزبيب. ما حبيتش ان انا بقى اضيف على الوش جوز هند، عشان في ناس ما بتحبش الجوز الهند على الوش، واستكفيت بالزبيب، وده بس عشان التصوير، وممكن ما تضيفيش اي حاجه خالص. وهنا بقى يا دوب كان هدي، يعني لسه عندي العاشوره ما شاء الله لسه ما هدتش ودخلت التلاجة. كل ما هتدخل التلاجة هتتقل، بس الطعم والقوام كريمي جدا زي ما انتم ما شايفين. اللهم بارك، بتتكلم عن نفسها. في الوقت ده تقدري تحطيه تدخليه الفرن زي ما هو كده، هيعمل وش، ولا هتضيفي عليه قشطه ولا اي حاجه. طبعا نسيت اقول لكم، لو حابين تضيفوا قشطه ضيفوا، بألف هنا وشفا على